السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. شت في الإعلام الجزائري أو بالأحرى الإعلام ديال الكبرانات خبر حول اون ديكلاراسيون ديال وزير الخارجية بلجيكا. بطبيعة الحال احنا كنعرفوا الموقف البلجيكي من قضية الصحراء، الموقف ديالو واضح، يؤيد الحكم الذاتي ويعتبر أنه بروبوزيسيون مهمة ومهمة جدا، وأنه اختيار كثير من الدول الأوروبية، وأنه هاد الاختيار يمكن أن يعني نبنيو عليه ونمشيو للمستقبل. موقف واضح وضوح الشمس. إلا أن الإعلام ديال الكبرانات الموجه لبوصبع الأزرق يقول العكس ذلك، يقول بالحرف الواحد أو مضمون ليس بالحرف الواحد أن بلجيكا تؤيد تقرير مصير للشعب الصحراوي. بالطبع كدير الفيديو بدون ما تخليه يهدر، وفي حالة أخرى كيهدر في حالات أخرى كيهدر الوزير الخارجية وكيقول أنه يؤيد المقترح الذاتي، في الوقت نفسه كيقول المسلسل اللي كاين حاليا ديال لي نيغوسياسيون بوغ ابوتيغ ان سوليسيون. إلا أنه بصبع الأزرق كيظهر أن الإعلام ديالو متأكد مليون في المية أنه جاهل وغبي، يمكن توكل له أي حاجة، يعني أي حاجة عطيتيها له كياكلها. وأنه ما كيقراش، وأنه منين يقولوا له راه بلجيكا تؤيد تقرير مصير الشعب الصحراوي ما غاديش يمشي يبحث ويشوف واش بصح ولا كذوب ولا كذا، صافي قالها الاعلام ديالو راه بصح. عاش عمو تبون. صحيح يمكن نمشيو بعيد، لو كنت انا جزائري نطرح سؤال، اش من مصلحه عندي انا تعترف بتقرير المصير ولا الحكم الذاتي، ولا اش من مصلحه عندي ولكن بصبع الازرق بحكم الحقد والبغض اللي عنده على المغرب ما كيطرحش هاد الناس للامانه. جبرت جزائريون وهم اللي عندهم علام، يا اعلام زيغو اش من منفعه عندي انا في هذا الخبر؟ كاينين ولكن قليل جدا بالمقارنه مع اللي كيأيدوا الموقف الرسمي. يعني بصبع الازرق هو الاكثر، هذا في منصه اكس. يعني ما يمكن أن نقول حول هذا الموضوع، وكل يوم كيأكد لنا أن بصبع الزرق ما عندوش القدرة على التفكير، بصبع الزرق غبي، بصبع الزرق جاهل، بصبع الزرق كياكل أي شي حاجة، وأن لا جانت ميليتير الجي كيستاهلوها وهي اللي خصها تستمر تحكمهم، لأن الشعب ما عندوش القدرة على التفكير. شعب بين قوسين، ماشي شعب، بغيت نقول ماشي الشعب بكل، وإنما واحد المجموعة يعني ما عندهاش القدرة على التفكير ولا تسير نفسها، وما عندهاش اسبوار، ما كتفكرش فقط كتبني المستقبل ديالها على الحقد للمغرب. شنو واقع المغرب؟ واش المغرب فشل؟ اذا سعداء نحن، المغرب نجح، نحن لسنا سعداء. كاين شي قضية ضد المغرب احنا معاها، يعني كيبني الحياة ديالو وولادو والمستقبل ديالو على كره المغرب فقط بصبع الازرق. هذا هو. اذا الجيش بدون شك سيستمر في السلطة إلى أن يرث الله ومن عليه، إلا يخرج شي واحد من هذا الجيش وقال بزاف هادشي ولا سور لو بلان جيوبوليتيك وجرات راسها هاد الجماعات الفوضى في الجزائر مع ضعف كبير، وكيشكل خطر ليس على الجزائر بل عليها هي. عاد غتوقف هذه المسألة. إلى اللقاء.